انا ما بحبش اقول الكلام اللي بيتقال في الكواليس، بس الكابتن حسن قعد وقال لي صلاح يخرج وينزل لعيب مكانه، فانا قلت له صعب، لكن عملها حسام حسن، لقى ان صلاح يخرج خرجه ونزل ابننا حمزه عبد الكريم. هو كان الكلام مش على حمزه عبد الكريم، الكلام كان على تريزيجيه. ما هو تريزيجيه شكله كده مصاب، مش جاهز. لا مش جاهز، مصاب، شكله مصاب ومش جاهز، وكابتن حسام طبعا ما رضاش يجازف بيه وخليه قاعد مرتاح على اساس ان هو لما يخف يبقى احسن بكتير من ما يلعب وهو مصاب. فعشان كده بنقول ان دايما الكابتن حسام حسن مش بيسمع الكلام، لا لا، اسمع الكلام ده كلام يبقى كلام اطفال يعني. لكن هو كابتن حسام طبعا بيعمل اللي هو ما حدش عمله. يعني ما كانش فيه مدرب هيقدر يطلع محمد صلاح، ما فيش مدرب كان هيقدر يطلع محمد صلاح. ان هو ياخد الخطوه دي يبقى هو راجل ويبص لفرقته ويبص لمنتخب مصر احسن من اي مدرب. انت شايف ان هو كان يستحق يخرج؟ انا كنت شايف طبعا، كان الشوط الاولاني زي ما انت شايف يعني. مش عاوز اقول ما فيش حاجه بيعملها محمد صلاح، لكن هو كراجل كابتن للفرقه طبعا يستاهل يستاهل ان هو يقعد في الملعب. لكن تغييره من حسام حسن قاري المباراه، ولا يا كابتن صح؟ حسام؟ تمام. يبقى قاري المباراه وعارف ان المباراه محتاجه واحد يصنع المستحيل. طيب الاستاذ مصطفى ابو زهره رجع لنا تاني. هو